اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على التقييم والتشخيص ديال مقاومه الانسولين وشنو هي المتابعه ديالها باش ما تزيدش السوء. هاد مقاومه الانسولين تجي من الالتهاب والسمنه، وعندها جوج انواع واللي هي مقاومه الانسولين اللي في الكبد ومقاومه الانسولين اللي تجي في العضلات وفي الشحمه. التحاليل والمتابعه اللي غادي نهضروا عليهم هذا النهار تعطونا فرصه باش اننا نتحكموا فيها ونتجنبوا التطور الى امراض خطيره بحال مرض السكري من نوع 2 وغيرهم. علاش التقييم ديال مقاومه الانسولين مهم؟ مقاومة الأنسولين في الكبد كتخلي السكر يبقى طالع في الدم، ومقاومة الأنسولين ديال العضلات تتخلي السكر ما يدخلش للخلايا، وهادو بجوج السبب ديالهم هو الالتهاب. التقييم تيمكننا باش اننا نتجنبوا التطور المرض السكري من نوع 2 والامراض القلب وغيرهم. مقاومة الأنسولين تنشبهوها بحال واحد الشرارة صغيرة، الا ما طفيتيهاش تشعل العافية. شكون اللي معني بالامر وخاصو يشخص راسو؟ الناس اللي فوق 45 عام او اقل الا كانت عندهم السمنه، الناس اللي عندها تاريخ عائلي ديال السكري من نوع 2، الناس اللي الضغط ديالها عالي، والنساء اللي تتعاني من تكيس المبايض، ونزيدوا على هادشي كله الناس اللي ما تتحركش بزاف. والتحليل تنبداو به هو التحليل ديال النسبه ديال السكر في الدم على الريق من بعد 8 ديال الساعات بلا ماكله. الا كانت النسبه ديال السكر قل من غرام فراه عادي، ما بين غرام وغرام 25 هناك مقاومه الانسولين كبديه او ما قبل السكري. اما الا كان اكثر من غرام 26 فهذا السكري من نوع 2. هاد التحليله تعطيك واحد الفكره سريعه على العمل ديال الكبد. التحليله ديال الخزان ولا ليموغلوبين غليكي تعطينا المعدل ديال النسبه ديال السكر في الدم على شهرين او 3 شهور. هاد التحليله تعطينا فكره على العمل ديال الكبده وديال العضلات بجوج. مؤشر الأوما تيقيس مقاومه الانسولين في الكبد، تيعبر النسبه ديال السكر والنسبه ديال الانسولين على الريق. الا كان اكثر من 2.5 فهذه اكيد كاينه مقاومه الانسولين، اما الا كان قل من 2.5 فهذا الشيء ما تيمنعش انه تكون كاينه مقاومه الانسولين. دابا غادي نهضروا على مؤشر ماتودا تيعطينا معلومات اكثر دقه على مقاومه الانسولين في العضلات. هذا المؤشر مرتبط بجوج ديال الحوايج. اول حاجه هي المنحنى ديال النسبه ديال السكر من بعد 70 غرام ديال المحلول ديال السكر، وثاني حاجه هي المنحنى ديال النسبه ديال الانسولين من بعد 70 غرام ديال المحلول ديال السكر. ندوزو دابا للمراقبه المستمره ديال السكر عبر جهاز المراقبه المستمره ديال السكر اولا CGM اللي تعطينا معلومات مهمه دقيقه ومضبوطه على مقاومه الانسولين. ودابا غادي نهضروا على التحليله ديال الدهون ولا النسبه ديال التريغليسيريد ولا الدهون الثلاثيه على الكوليسترول HDL. هاد لو رابور ولا هاد النسبه مهمه بزاف، الا زادت على 3 فهذا تعني ان عندنا مقاومه الانسولين في الكبد. التشخيص ديال مقاومه الانسولين ماشي غير بالتحاليل، كاينين اعراض اللي ملي تيكونوا موجودين تيأكدوا على الوجود ديالها حتى لو التحاليل كلهم كانوا عاديين. نصيحتي لكم سمعوا الاشارات اللي تصيفطها لكم الجسم ديالكم، راه ما تيبغي لكم غير الخير. تابعني للمزيد مع دوك منى.